السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم كنشكر بعدا اول حاجه كنشكر الاناث او رجال اللي كيدخلوا عندي في الحفل ديالي. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، ما نقدرش نوصف لكم الشكر ديالكم. وكنتمنىكم يدوم التواصل ان شاء الله بيناتنا ونكبروا ونزيدوا لقدام. الله يخليكم على خير، وكنتمنى لكم كل خير من قلبي. اول حاجه جيتكم بواحد الوصفه صحيه وغزاله غزاله غزاله للناس مساكن اللي مرضين بالسكر واللي عندهم حساسيه ديال الحليب وديال البيض. والله يشافينا ويشافيكم من كل مرض يا ربي. جبت لهم هذه الوصفه، نتمنى تعجبهم، مساكن محرومين من هذه المسائل هذه، وجبت لكم هذه الوصفه. يلا نشوفوا المقادير مع بعض. اول حاجه نحتاجوا فيها كاس ديال هكا عامر ديال 240 مليلتر. كنحتاجوا فيه كاس ديال الزرع، طحين ديال الزرع، وكاس ديال الشوفان مطحون هكا، وكنحتاجوا فيه معلقه كبيره ديال بيكربوناتو، وكنحتاجوا فيه معلقه ديال النشا ومعلقه د القرفه وشويه د الملح. وكنحتاجوا هنايا على حسب الرغبه هذا الفروتوسيكوس ديال الكركاع ولا اللوز، انا درت ليه شويه وداك الشيء، والشكلاط هكايا مقطع قطعته، ولا كاين ديك اللي كيتباع حبوب يديروا. وكنحتاجوا معاه عندك هنايا الا كانوا كبار عندك التمرات كديري 7 ديال التمرات ولا 8. انا درت عندي صغار درت 12 التمر. وكنحتاجوا بنانه كبيره هكا، وكنحتاجوا 4 كاس ديال الزيت، وكاس ديال الماء يكون سخون، ومعلقه د الخل وفانيليا. نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذوا ديك الماء سخون هنايا في الماكينه اللي كتطحن، اللي طحنا هادشي، وكناخذوا ديك 4 كاس ديال الزيت والتمر، وكناخذوا تنقبطوا هاد البنانه هادي، وكناخذوا الثلث ديالها كناخذوا نخليوه، وهذا الكبير كنقطعوه نديرو مع هاد الخليط تنطحنوه بهاد الطريقه هكا. وكنديرو فانيليا ومعلقه ديال وكنديرو هاد القرفه، نديرو هذا هنايا. المهم كنطحنوا هادشي مزيان. كنجيبو ديك وكنديرو هنايا نخلطو هادشي، نحطوه هنايا في هاد البلاصه اللي غنخلطو فيها. من بعد ما درنا هاد الخليط هكا غادي نجيبو ديك الطحين نغربلوه، نجيبو ديك الشوفان حتى هو نغربلوه ونديرو معاه
ديك بيكربوناتو. كنزيدو ديك معلقه كبيره د النشا وشويه د الملح ومعلقه كبيره د الخل وغادي نخلطو هادشي مزيان. ها نتوما تنبقاو نحركو. شوفوا انا مع ديك الطحين ديال الزرع عارفين كيشرب، زدت نص كاس ديال الماء واحد اخر سخون باش يهدا على حسب الطحين، فهمتي؟ كيجي على هذا الشكل هذا هكايا بحال الكيك. المهم نخليوه على جنب هكا وغادي نجيبو المول. انا عندي ديال 18 سنتيم، درت له هكا بهذه الطريقه، درت له الطحين والزيت ودورته بهذا الكاريط ديال الفران. وغادي نجيبو ديك ربع البنانه اللي بقى، ديك الثلث البنان اللي بقى، ها هو هذا الصغير، غادي نقطعوه هكا دواور رقاقين. وكنحطو المول هكا وكنستفوه في القاع ديال المول هاد البنان. المهم بهاد الطريقه هكايا. وكنجيبو شويه ديال الشكلاط هكاك حبيبات ونديروه حتى هو نحطوه لتحت بهاد الطريقه هكايا هكا نتوما كتشوفوا. وغادي نجيبو ديك الخليط وغادي نخويو النص ديالو وما تزعزعوش المول باش ما يزولكمش ديك، باش ما يتزعزع لكمش ديك البنان اللي درتيه، غير بشويه. هكايا هانتوما ها. وغادي نجيبو ديك شويه ديال فروتوسيكوس اللي عندكم، شويه الكاع ولا بيستاج ولا اللي كان تديروه اختياري. ونجيبو الشكلاط عود ونديروه من هنايا نشدوه فوق منه. نتمنىكم هكا تتبان لكم. كاينين تيتباعوا ديك الحبيبات اللي عنده الشكلاط في الدار هكا يقطعوا طريفات ويديروا حاجه. الواحد اللي يدير اللي عنده في دارو بلا ما يتكلف على راساتو. كنجيب لكم انا الحاجات ديال اللي عندي في داري كنديرها ديما. هكايا تغطيو ديك. المهم هاد الطريقه ونعاود نديرو ديك الشكلاط من الفوق طريفات. بهاد الطريقه هكايا. وكنحشيوها في الفران على 180 درجه ما بين 45 دقيقه الى حتى 55 دقيقه على حسب ما طيب. ونتلاقاو ان شاء الله. خوتي انا رجعت معكم، ما نقول لكمش كي طلعت هاد الكيكه والريحه اللي طالعه منها ديال البنان، ما نقول لكمش
والله نتمنىكم تصوبوها لوالديكم اللي مرض والدراري مساكن اللي مرض عندهم الحساسيه ديال البيض وديال الحليب وديال ما فيها لا خماره ديال كيماويه، ما فيها حتى شي حاجه. داكشي رائع الحمد لله. ونتمنىكم تعجبكم وديروها للناس اللي عزازين عليكم كاملين. وهنا نقلبها معكم بسم الله. ها نتوما كي كتجي تنزولوا ديك الكاغيط بشويه من الفوق، هي بشويه هكا بهاد الطريقه هكايا. ها نتوما شوفوا هذا ديالها من التحت كي داير. دابا غنقلبها معكم. ها نتوما ما نقولكم كتجي غزاله 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 بواحد الريحه. وهادشي اللي كاين. واش غنقول لكم، ديروها لوليداتكم وديروها اللي مرضين مساكن تا هما يفرحوا، تا هما هذا يتمتعوا بهادشي. محرومين من هاد المسائل هادي مساكن ديال الحليب وهادشي ديال البيض ايوا واش غنقول لكم، ماين السكر مساكن تا هما الوالدين. دابا غنقسمها معكم وتشوفوها كيف جات من الداخل. ها نتوما كي كتجي، ها كتجي غزاله غزاله طايبه. ها ما تخافوش منها وصحيه. وهادشي اللي كاين. ونتمنى منكم تعجبكم وديروها في ديوركم. ما تنساونيش من اللايكات وما تنساونيش من الاشتراك، واللي يدخل جديد ما ينسانيش. وشكرا لكم، مع فيديو جديد ان شاء الله.